الفترة دي أي حد بيفكر يشتري موبايل غالبا بيبقى داخل في دوامة كبيرة. تنزل تسأل على الموبايل تلاقي 5 بدايل بنفس السعر وثلاث عروض وموديلين لسه نازلين امبارح، وتحس إن السوق بيجري وأنت أصلا مش لاحق. فعشان كده أنا عامل الفيديو ده بشكل مختلف شوية، بدل ما أقول لك أفضل 10 موبايلات وتطلع من غير ما تعرف تختار، فلا، أنا أجيب لك أفضل اختيار واحد بس في كل فئة سعرية ومع البديل المناسب، وكمان براعي لك حتة الانتشار، هل هتلاقي الموبايل بسهولة ولا لا، وحتة الضمان والصيانة علشان ما تتبهدلش يعني بعد ما تشتريه. فسريع ما تنساش لايكك وسبسكرايبك، وخلينا نبدأ بأول فئة واللي هي من 15 ل 17 الف جنيه. هتلاقي في الفئه دي سامسونج A36، وده الموبايل اللي كل ما تفتحه هتلاقيه بيقول لك انا جاي اعيش مش جاي اعمل شو، لانك اول ما تمسك ال A36 هتلاقي ظهر من الجزاز ماسكه فخمه، كل حاجه فيه متزنه، والميزه اللي فعلا بتميزه انه اكتر موبايل قابل للاعتماد في الفئه دي. سوفت وير ثابت، تحديثات 6 سنين، مقاومه ميه IP67 اللي هي غالبا مش هتلاقيها غير في موبايلات اغلى، كمان هو الوحيد اللي بيدعم eSIM في الرينج ده، وده بقى موضوع مهم جدا للفتره الجايه لان شركات كتير بدات تتجه ليه. شاشه الموبايل ده هتلاقيها من سوبر AMOLED 6.7 انش بكواليتي الفول HD بلس، وبتدعم لك ال 120 هرتز وعليها طبقه حمايه من كوردن جوريلا جلاس فيكتاس بلس، ده غير انها داعمه للاولويز اون ديسبلاي، والسطوع بتاعها يعني 1900 نتس لكن فعليا بتلاقيها مثلا 1200 نتس. فدي شاشه ممتازه من كل النواحي، من ناحيه فرجتك على الافلام او من ناحيه استخدامك والسكرولينج، فلا هتتبسط من الشاشه دي. اما الاداء فعندك المعالج هنا جاي من سناب دراجون 6 جين 3، وده اللي جايب معماريه 4 نانو، هتلاقيه ممتاز جدا في استخدامك اليومي او الالعاب الثقيله حتى. اما الكاميرات فلو بتدور على احسن موبايل يصور فيديو في الفئه دي فهو ده، هتلاقي التركيز، تثبيت OIS، الوان، كله متفوق على غيره. اللي بيخلي الموبايل ده ضعيف شويه وهي الشبكه، يعني الشبكه تلاقيها كويسه بس مش احسن شبكه عموما في الفئه السعريه دي، وكالعاده العلبه فاضيه، هتحتاج انك تشتري شاحن وجراب وسكرين بروتكتور. البطاريه بتاعته 5000 ملي امبير، تدعم لك سرعه شحن 45 واط، يعني هتلاقيها مأديه معاك الغرض ومأديه معاك اليوم مرتاح. كمان سرعه الشحن مقبوله عادي في الفئه السعريه دي. وعندك هنا منه نسختين، نسخه 128 مع 8 رام ودي بسعر 14500 جنيه، والنسخه الثانيه 256 مع 8 رام ودي بسعر 16200 جنيه، ونسختين ضمان محلي ما لهمش اي ضرايب. اما تاني موبايل معانا في الفئه دي فهو الفيفو V6 لايت 5G، ده بقى الموبايل اللي يخليك تقول هو ازاي بالسعر ده. اول حاجه العلبه كامله، مفيش قصه انك تشتري شاحن ولا هات جراب ولا احط شويه فلوس كمان، مفيش الكلام ده خلاص، انت بتفتح العلبه بتاخد كل اللي محتاجه وتمشي. المعالج هنا التيربو 7360، وده اقوى من A36 فعليا اذا كان في الاستخدام اليومي او الالعاب الخفيفه والمتوسطه، والمفاجاه هنا ان التبريد بتاعه افضل من A36 برضه. الشاشه بتاعته AMOLED 6.7 انش بكواليتي الفول HD بلس، وبتدعم 120 هرتز، يعني سلاسه في الاستخدام براحتك، وكمان داعمه لل HDR10 بلس، والسطوع بتاعها عالي 1800 نتس لكن برضه فعليا هتلاقيها معاك 1300. والكاميرات من ناحيه الصور فهتلاقيها ممتازه اذا كانت في الليل او في النهار، بصراحه احسن من موبايلات كتير في الفئه السعريه بتاعته، لكن من ناحيه تصوير الفيديو فلا، هنا سامسونج تكسب. اما البطاريه فهي بطاريه عملاقه 6500 ملي امبير، بتديك اداء حقيقي محترم جدا، بتدعم سرعه شحن 90 واط، فحرفيا صاروخيه. مشكله الفي 6 لايت عموما انه مش بنفس اعتماديه الاي 36، يعني مفيش مقاومه ميه قويه، لان اللي عندك هنا IP65 فهي تعتمد عليها بس بحدود شويه. في منه هنا نسختين، نسخه 256 مع 8 رام ودي بسعر 14500 جنيه، والنسخه الثانيه 256 مع 12 رام ودي بسعر 16200 جنيه، والاثنين ضمان محلي ما لهمش اي ضرايب. اما ثالث موبايل البديل معانا وهو الاونر X9D، وده النوع اللي لو اديته لطفل صغير هيرجعه لك سليم عادي، لان ده واحد اصلا من اكتر الموبايلات المعموله علشان تستحمل مقاومه صدمات لحد 2.5 متر، مقاومه ميه وتراب IP68 و IP69، فدي شهاده عاليه جدا حتى للضغط المائي. وعندك شاشه ممتازه كبيره شويه 6.7 انش او 6.8، والكواليتي بتاعتها 1.5K مع دعم ريفرش ريت 120 هرتز، ده غير ان عليها حمايه وسطوع بيوصل لحد 6000 نتس، بس ده برضو رقم مش حقيقي طبعا لانك عندك السطوع الفعلي هنا اخره 1800 نتس مثلا. والمعالج بتاعه سناب دراجون 6 جين 4، هتلاقيه احسن من A36 وكمان الفي 6 لايت اللي اتكلمنا عنه في الاداء، وده بفرق ملحوظ شويه هتلاحظه لو بتستخدم ابلكيشنز تقيله او بتلعب العاب اتقل. اما من ناحيه البطاريه فحابب اقول لك هنا ان البطاريه 8300 ملي امبير، يعني تشتغل على موبايل يومين وانت مرتاح. الموبايل الوحيد اللي في الفئه السعريه بتاعته بيتحدى اي موبايل تاني انه يعيش كمده بطاريه اطول، والصوت بتاعه بيعلى لحد 400%، قوي جدا، بس طبعا ما انصحكش انك توصل للدرجه دي الا للضروره، يعني لانك مهما كان هتاخد الصوت مش
انقى حاجه، بس ده ما يمنعش فعلا ان ده بيخلي صوت الموبايل عالي. انما باجي من ناحيه الكاميرات فاحب اقول لك هنا ان هو يعتبر اقل منافس فيهم، فهي مهما كانت تديك الصور اللي على قد السعر لكن مش افضل مثلا من A36 او من الفي 6 لايت. وسرعه الشحن بتاعت البطاريه 66 واط، ودي تعتبر مش اسرع حاجه في الفئه السعريه دي. وعندك هنا منه نسخه واحده وهي 256 مع 12 رام، ودي بسعر 17000 جنيه. هنا بقى لو انت بتفكر في موبايل من اوبو فمش هتلاقي غير الاوبو A6 برو 5G، فده من الاخر بنصحك انك ما تشتريهوش، لان الموبايل ده يعني يعتبر شكله حلو بس اداؤه ضعيف جدا، معالج اقل من المنافسين، تصويره اضعف، مفيش 4K، مفيش اي سبب يعني يدفعك انك تروح تشتريه. فلا، اوبو في الفئه السعريه دي ما تعتمدش عليها. اما لما نروح في الفيديو ده للفئه السعريه الثانيه اللي من 17 ل 20000 جنيه فنلاقي فيها اول حاجه الاونر 400، وده الموبايل اللي لو حد عايز حاجه متكامله يروح ليه على طول. اول حاجه العلبه بتاعته متكامله والشحن بتاعه 100 واط، لكن سرعه الموبايل نفسه بتستقبل 80 واط بس، وديزاين الموبايل عموما مختلف مش تقليدي زي الموبايلات اللي بنشوفها، والشاشه بتاعته AMOLED 6.5 انش 120 هرتز، وبتدعم برضه ال HDR10 بلس، والسطوع بتاعه بيوصل لحد ال 5000 نتس، فتاخد الوان وسطوع وريفرش ريت، يعني من الاخر مش هتحتاج حاجه تاني اضافيه مع الشاشه دي. والمعالج بتاعه سناب دراجون 7 جين 3 محترم جدا، سريع وثابت وما بيهنكش، فيعتمد عليه من الاخر لو انت بتدهك في الموبايل وبتستخدم العاب تقيله او حتى شغلك عليه يعني. والكاميرات بتاعته قويه وشبكاته ممتازه، والبصمه اللي في الشاشه طبعا سريعه جدا. بجانب ده كله انه داعم للاي سيم كمان. العيب الوحيد ان خاماته مش افخم حاجه. سامسونج A56 ممكن يكون احسن منه في الاحساس والمسكه والفخامه شويه، وده اللي هنتكلم عنه دلوقتي. بس من ناحيه سعر الاونر 400 فانت عندك هنا منه نسختين، نسخه 256 مع 12 رام ودي بسعر 20000 جنيه، والنسخه الثانيه ال 512 مع 12 رام ودي بسعر 21000 جنيه، والنسختين ضمان محلي زيرو ضريبه. اما تاني موبايل في الفئه دي فهو السامسونج A56، وده يعتبر من اكتر الموبايلات اللي برشحها في الفئه السعريه دي، لانك لما تمسكه كده تحس انه موبايل فعلا غالي ومتعوب عليه، مش مجرد موبايل متوسط. يعني انت عندك فريم معدن، ظهر ازاز، حمايه من كورنينج جوريلا جلاس، فكل حاجه فعلا بتقول لك ان الموبايل ده بريميوم. كمان شاشته سوبر AMOLED 6.7 انش فول اتش دي بلس 120 هرتز، دعم للاولويز اون ديسبلاي، والسطوع بتاعها 1900 نتس 1200 فعليه يعني. والمعالج طبعا اكيد اقوى بمراحل من الاس 36 الاكزينوس 1580 هنا، فهيستحمل معاك حرفيا كل حاجه انت بتعملها، بس في الالعاب التقيله اوفر ما انصحكش بيه، لكن يفضل انك تلعب بفريمات وكواليتي اقل علشان تاخد افضل اداء منه. السماعات بتاعته ستيريو، الكواليتي بتاعتها عاليه وكويسه جدا. ومن ناحيه الكاميرات اصلا فعندك اذا كانت الكاميرا الخلفيه او الكاميرا الاماميه فهتاخد منهم تصوير ممتاز، بس ما عندكش كاميرا مخصوص للتليفوتو، وده ممكن يكون عيب لبعض الناس اللي بتحب تصور بال2x او ال3x والكلام ده كله. اما من ناحيه تصوير الفيديو فلا، هنا سامسونج بتقول لك انا اصلا رقم واحد. عيوبه انه بيسخن اكتر شويه، وعلبته كالعاده فاضيه، وسعره اغلى من الاونر اللي اتكلمنا عنه، وده لانك عندك هنا منه 3 نسخ. النسخه الاولى ال 128 مع 8 رام ودي بسعر 19500 جنيه، والنسخه الثانيه ال 256 مع 8 رام ودي بسعر 20500 جنيه، والنسخه الثالثه ال 256 مع 12 رام فدي بسعر 23000 جنيه، والثلاث نسخ ضمان محلي. ولو انت جيمر فانا برضو مش مقصر معاك وجايب لك هنا موبايلين ممتازين حرفيا في الفئه السعريه دي، هيأدوا معاك الغرض من ناحيه الجيمنج بس، وهما الانفينكس جي تي 30 برو وكمان البوكو اكس 7 برو. الاثنين هنا من الاخر معمولين للناس اللي بتلعب ببجي، كول اوف ديوتي، او حتى العاب ادجر من كده، فالمعالجات بتاعتهم قويه جدا. دايمنستي 8400 في البوكو، والدايمنستي 8350 في الانفينكس. بس هنا لازم تعرف انك ما عندكش كاميرات كويسه، السوفت وير بتاعهم مش ثابت، فدي من الاخر موبايلات جيمنج بس تشتريها لو انت استخدامك الاساسي العاب. وسعرهم طبعا بيتراوح ما بين ال 19 لل 20000 جنيه. فالمهم انا كنت عامل فيديو كامل عن افضل الموبايلات اللي تخص الالعاب بس من سعر 6000 جنيه ل 20000 جنيه، هكون سايبه لك دلوقتي في الاي اللي فوق، ادخل شوفه وشوف ايه الموبايل المناسب ليك للالعاب. اما الفئه الثالثه اللي بنتكلم فيها في حوالي 25000 جنيه فاحب ارشح لك فيها الفيفو في 60، وده بعد ما اوبو رينو 14 وشاومي 15 تي يعتبر اختفوا من السوق حرفيا. ففي الفئه السعريه دي يعتبر المنافسه بين الفيفو في 60 والريلمي 15 برو، وبصراحه فيفو كسبت هنا بدون تفكير، لان كاميرات البورتريه هنا محترمه جدا، ده بفضل التعاون مع زايس، والموبايل داعم للاي سيم، والذاكره بتاعته يو اف اس 3.1 ودي سريعه جدا، وسعره اقل من الريلمي اللي مش بيدعم اي سيم وما فيهوش حتى تليفوتو. فخلينا برضو اديك عنه كام لمحه سريعه علشان لو بتفكر تشتري. عندك الفي 60 هنا وجاي مقاوم للغبار والميه بمعيار الاي بي 68 وال 69، والشاشه بتاعته كيرف من نوع AMOLED 6.7 انش فول اتش دي بلس، والريفرش ريت بتاعه بيوصل ل 120 هرتز مع دعم ال HDR10 بلس، وسطوع فعلي بيوصل لحد 1500 نتس، فانت واخد شاشه ممتازه من الاخر. اما المعالج فجاي من سناب دراجون 7 جين 4 بمعماريه 4 نانو، يعتبر من اقوى المعالجات اللي تاخدها في الفئه السعريه دي، هيقدم معاك اي حاجه انت عايزها حرفيا. والبطاريه بتاعته 6500 ملي امبير اور، بتدعم لك سرعه شحن 90 واط، وكمان بيدعم لك الشحن العكسي، فالموبايل هيعيش معاك مرتاح
يفتح يوم ونص من غير ما تفكر تشحنه. ومن ناحيه الكاميرات فانت عندك كاميرا اماميه 50 ميجا بكسل، والكاميرات الخلفيه عندك 3 كاميرات. كاميرا اساسيه 50 ميجا بكسل بسنسور من سوني مع دعم OIS، والكاميرا الثانيه 50 ميجا بكسل برضه بمستشعر من سوني، ودي اقسام مخصوصه للتليفوتو بتعمل لك زوم حقيقي 3x، ولكن ديجيتال بتوصل معاك لل 100x. والكاميرا الثالثه في 8 ميجا بكسل ودي للتصوير الالترا وايد. اما من ناحيه تصوير الفيديو فانت واخد تصوير فيديو لحد 4K. في مشكله هنا انك لما تيجي تصور فيديو سيلفي فللاسف انت ما عندكش ثبات. كمان الموبايل فيه مايك لعزل الدوشه، سماعات ستيريو، في كل المستشعرات اللي انت تحتاجها. وعندك هنا منه نسختين ضمان محلي ما لهمش اي ضرايب. النسخه الاولى 256 مع 12 رام ودي بسعر 24500 جنيه، والنسخه الثانيه 512 مع 12 رام ودي بسعر 27000 جنيه. فبس كده دي كانت كل الموبايلات اللي معانا النهارده. واخيرا انا حابب اقول لك انك قبل ما تشتري خلي بالك سوق الفتره دي هتلاقيه متقلب جدا، فده افضل وقت تستنى فيه شويه علشان بس تشوف الاسعار هتنزل ولا تستقر. فالمهم لو انت عايز ترشيح لفئات تانية او مقارنه بين موبايلات معينه فاكتب لي تحت في الكومنتات دلوقتي وانا هعمل لك فيديو مخصوص لو لقيت عليه اقبال. واخيرا طبعا لو انت طلعت مستفيد من الفيديو ده فما تنساش لايكك وسبسكرايبك، واشوفك الفيديو الجاي. سلام.